اسم فيلم واحد من الناس هو اسم على مسمى فعلا. البطل محمود خريج الجامعة بس بيشتغل سيكيورتي في جراج، واحد من الناس اللي مش شغالين بشهادتهم، متجوز بس عايش مع ابوه لانه واحد من الناس اللي مش معاهم فلوس يشتروا شقة، بس ظروفه بتخليه يقابل واحد من الناس بتوع ايجيبت، رجل اعمال تقيل اللي ابنه ارتكب جريمة ومحمود هو الشاهد الوحيد عليها. ساعتها بيبقى قدامه حل من الاتنين، يا يشهد شهادة زور فينغنغوه، يا يشهد شهادة الحق فيدغدغوه. ولانه واحد من الناس المتدينين اللي عارفين ان شهادة الزور كبيرة من الكبائر، فبيشهد شهادة الحق وبيدمروا له حياته وكمان بيدخلوه السجن. وابن رجل الاعمال بتاع ايجيبت اللي ارتكب الجريمة ده بره ومفيش حد كلمه، عشان يتحول لواحد من الناس اللي متداس على وشهم من الناس بتوع ايجيبت. عارف القصة دي فكرتني كده بقصة ان واحدة كشفت جرايم واحدة من بتوع ايجيبت وقالت ان ليها في تجارة الاعضاء، النتيجة ان هي اللي اتحبست والتانية حرة وطليقة. افتكرتوا القصة دي؟ اكيد مش هتفتكروها لان القصة دي من وحي خيالي ملهاش علاقة خالص بالواقع. فيلم واحد من الناس بيحكي عن الشاب اللي اسمه محمود، خريج خدمة اجتماعية بس ملوش واسطة فملقاش شغلانة، فاضطر انه يشتغل سكيورتي في جراج ب 187 جنيه في الشهر، وكان راضي لانه اتجوز منى البنت اللي بيحبها وعايشين في بيت ابوه، وياكل بقى بطاطس مسلوقة، ياكل بتنجان مقلي، مش فارق معاه، وكل طموحاتهم ازاي يحوشوا فلوس عشان يخشوا جمعية عشان يغيروا الستاير او يغيروا البوتاجاز وهي على وش ولادة. لحد ما في يوم في الجراج اللي هو شغال فيه بتحصل خناقة بين اتنين من شباب ايجيبت على بنوته، واحد منهم بيخلص على التاني، وبيبقى محمود شاهد على القصه دي. فلما بيجي الضابط بيحكي له كل حاجه، بس الضابط ده بيطلع فاسد. لما بيعرف ان اللي قتل ده ابن رجل الاعمال كمال ابو العزم، بيتصل بالمحامي بتاعه وبيقرروا انهم يطرمخوه، وبيعرضوا على محمود ان احنا هنشيل الليله للسكيورتي التاني وانت المطلوب منك بس انك تشهد وهنظبط لك حياتك. انه كان متدين وابوه كان متدين، لما بيروح المحكمه وبيقول والله العظيم هقول الحق، بيقرر انه يشهد شهاده الحق. بيخطفوا مراته وبيخلصوا عليها وكمان بتتلفى له قضيه وبيخش هو السجن. بيتعرف على رجل اعمال تقيل اسمه رضا عنده عداوه مع كمال ابو العزم، فبيقول له انا عايز رجالتك عشان لما اطلع كمان سنتين انتقم. وفعلا بيطلع وبيقرر انه ينتقم ويوقع كمال ابو العزم وكل رجالته في بعضهم عشان يتحول من واحد من الناس لواحد من القنابل الموقوته. من اكتر الحاجات العبقريه في فيلم واحد من الناس انه ورانا ان المشكله مش في الفقر، المشكله الحقيقيه في الظلم. محمود او كريم عبد العزيز بدايه الفيلم هو فقير ومش لاقي ياكل وكل الظروف ضده وبياخد فلوس قليله جدا ومش لاقي يشتري شقه، ومراته يقعدوا يحسبوا بالمليم ازاي هنعمل جمعيه عشان نغير ستاير. فدي كلها ظروف سيئه، لكن مع ذلك هو كان راضي ومبسوط وما عندوش اي مشاكل. امتى بقى قرر انه ما يرضاش وقرر انه ينتقم وساب حياته؟ لما اتداس عليه، لما اتظلم من كمال ابو العزم. والمشكله انه يا ريته اتظلم ظلم عادي، ده اتظلم بالقانون. يعني هو كل اللي عمله انه راح شهادة حق، كانت النتيجة ان مراته اتقتلت وما عرفش يثبت حقه بالقانون، بالعكس ده بالقانون برضو هم رموه في السجن وقالوا ان هو بيعتدي عليهم واتحبس وحياته اتدمرت. فطلع من هنا خلاص ما بقاش راضي عن اللي حصل فيه وقرر انه ينتقم، يخلي بقى كمال ابو العزم يقع في رجل اعمال تاني ويوقعه برضو مع الضابط الفاسد اللي هو كان ساب في سجنه، لدرجة ان الضابط ده يتسجن وبعد كده كمال ابو العزم يخلص عليه جوه السجن. ومن الحاجات العظيمة والرسائل الحلوة جدا في فيلم واحد من الناس ان الفساد كده كده هيوصل لك مهما انت كنت متخيل انه بعيد عنك. كريم عبد العزيز اللي هو كان بيلعب دور البطل محمود، تعالوا كده نتخيل لو كان سمع قبل الاحداث دي عن كمال ابو العزم، سمع حتى ان هو راجل فاسد، كان هيقول لك انا مالي، هو فين وانا فين وعمرنا ما هنوصل لبعض. لكن لما الظروف جمعتهم، الفساد ده كانت نتيجته ان كريم عبد العزيز مراته اتقتلت وبعد عن ابنه ودخل السجن وحياته اتدمرت. ده يوضح لنا ان ليه مهم ان انت لما تشوف اي حاجه فاسده في المجتمع، حتى لو انت متخيل انها بعيد عنك، لازم انك تكشفها وتواجهها. يعني زي ما احنا كده لما نشوف الفساد بتاع تجاره الاعضاء والمعلمه الكبيره اللي متسابق، لازم نقول ان يا جماعه ابعدوا الفساد ده. صحيح هم ما خدوش اعضاء انا ولا خدوا اعضائك انت، بس ده لحد النهارده، يمكن كمان يوم، كمان اسبوع، كمان سنه احنا اللي نتحط معاهم. والفاسد دايما بيدوس على اي حد. من الرسائل الحلوه جدا في فيلم واحد من الناس انه ورانا القاعده الاساسيه في اي مجتمع، لو القانون غاب كل واحد هيطلع له ناب. مشكله البطل كريم عبد العزيز في الفيلم ده مش ان كمال
كمال ابو العزم انتقم منه او قتل له مراته، المشكله ان ما كانش في قانون بيحاسب كمال ابو العزم. يعني هو لو كان قتل له مراته وراح اشتكى مثلا في الاسم في المحكمه والراجل ده اتقبض عليه، خلاص هيحس ان حقه رجع له وان انا القانون اللي في البلد ده بيحميني. لكن المشكله ان هو ما كانش عارف يلجا لمين، يعني يلجا للضابط مثلا الفاسد، ما هو الضابط ده اصلا شغال عند كمال ابو العزم، هيروح لمحامي، ما هو في محامي فاسد اللي هو كان بيلعب دور احمد راتب برضه شغال عند كمال ابو العزم. وكمال ابو العزم ده شخصيا لما قعد معاه قال له يا حبيبي ما تحاولش معايا لان انا مش واحد، انا 100,000 واحد، يعني انا ليا دراع في كل حته. فهو حس لا في قانون هينصفني ولا في محكمه هتقف معايا ولا ليا ظهر. وكمان هنا بقى المشكله ان هو اصلا امتى عرف يجيب حقه؟ لما اتعرف على واحد من بتوع ايجيبت اللي هو رجل الاعمال، بس كمال ابو العزم كان رميه في السجن، فساعتها عرف ياخد رجالته او طلب منه ناخد رجالته عشان يرجع ينتقم. ولما نيجي كده نركز في القصه هنلاقي ان القانون لو كان متطبق كان موقف كريم عبد العزيز هيبقى اقوى. لو سليمان عيد اللي هو السكيورتي الثاني اللي قرر ان هو يقبل انه هياخد 50,000 جنيه ويشيل هو ليله ان هو قتل الواد ده، هو ليه قبل؟ لانه خاف، قال لك ما انا لو ما قبلتش مش بعيد يخلصوا عليا او يلبسوني تهمه وما ما خدتش فلوس. لكن لو كان سليمان عيد ده عارف ان في قانون هيتطبق على كمال ابو العزم او على اي حد مهما كان تقيل، كان مش هيرضى يعمل كده، وبالتالي ده كان هيقوي موقف كريم عبد العزيز. ولما ده يشهد وده يشهد اكيد كمال ابو العزم ده هيتسلم تسليم اهالي. واهم حاجه في فيلم واحد من الناس انه ورانا ان الفاسد ما بيكونش شخص واحد، ده بيكون 100,000 شخص. يعني عزت ابو عوف في دور كمال ابو العزم كان دايما بيقول الكلمه دي، انا مش واحد انا 100,000 واحد. وفعلا لما تيجي تركز في الاحداث هتلاقي ان هو بطوله ما يقدرش يأذي كريم عبد العزيز، لكن لان هو كان فاسد وتحت ايده ناس بتشتغل فسده ومحامي فاسد كان معاه شله محامين فاسدين، يعني يقدر يزور في القانون، وكمان عنده علاقه بضابط فاسد. ده يورينا انه الفاسد ما بيبقاش شخص، لا هما بيبقوا شله على بعض. وده يفكرنا بتجاره الاعضاء اللي احنا شفناها اليومين دول، هتلاقي ان كلهم شله، دي تقنع جوزها تاخد منه، وده دكتور بيسلك الحاجه، ودول بيغسلوا على التيك توك. شوف يا اخي سبحان الله، الشله كلها طلعوا فاسدين وعليهم تهم الا المعلمه الكبيره اللي اسمها اتذكر مليون مره، دي بقى مفيش عليها اي غبار ومية مية. بما ان احنا بنتكلم عن قصه المميزه بتاعت فيلم واحد من الناس، لازم نبقى عارفين ان اللي كتب القصه دي هو بلال فضل، والاخراج كان لاحمد نادر جلال. نخش بقى في التمثيل. كريم عبد العزيز ومنى شلبي تمثيلهم في الفيلم ده حلو جدا، وكان في بينهم مشاهد بيتخيلوا احنا هنجيب الجمعيه وحوش عشان الستاير وهنغير حاجات في البيت والعيل هنجيبه هنسميه، بجد كانت مشاهد حلوه قوي، والكيمياء بينهم هما الاثنين قويه قوي. وبحس ان كريم ومنى في بينهم كيمياء قويه لانهم عملوا فيلم تاني اسمه في محطه مصر، رغم انه كان كوميدي وخفيف برضه كان بينهم مشاهد كتير حلوه. من اعظم الناس اللي عملوا ادوار في الفيلم ده هو عزت ابو عوف، عرف يعمل دور الرجل الاعمال الفاسد المفتري في نفس الوقت بهدوء، ما كانش فيه اي حزن. وعموما اغلب اللي في الفيلم بيمثلوا حلو قوي، يعني مثلا محمد شومان كان عامل دور حلو جدا ودور شرير، وده كان جديد عليه وقتها لان هو كان اغلب الادوار اللي بيعملها ادوار هلس وتهريج. برضه احمد راتب كان عامل دور شرير حلو جدا، ومحمود الجندي كان عامل دور حلو جدا. لو هقول ان في حاجه تتقال عليها عيب يعني في فيلم واحد من الناس، هو ان التيمه بتاعته هي تيمه اتكررت وتحديدا في السينما المصريه كتير جدا. الولد الغلبان اللي بيشوف ابن رجل اعمال تقيل بيعمل جريمه وعايز القانون يمشي، بس رجل الاعمال عايز القانون ما يمشيش، ففي الاخر بيقرر انه ينتقم بايديه. التيمه دي اتقدمت بالظبط في فيلم اسمه فيلم الغول بطوله عادل امام وفريد شوقي، واتقدمت برضه بس بمعالجه تانية في فيلم الطيب والشرس والجميله بتاع فريد شوقي ونور الشريف، واتقدم في افلام كتيره جدا. بس دي حاجه مش هقدر اقول عليها انها عيب، انه هي دي طبيعه السينما، طالما الظاهره والفساد لسه موجود لازم السينما تتكلم عن الفساد ده في اكتر من فيلم. فيلم واحد من الناس انتاج سنة 2006، يعني مش من 50 ولا 70 سنة، ده من اقل من 20 سنة، وحقق نجاح جماهيري كبير جدا وبقى يعتبر من اهم افلام كريم عبد العزيز، رغم ان الفيلم كان عميق جدا وفيه رسالة وفيه دراما قوية جدا. هتلاقي في نفس الفترة كان فيه برضه فيلم تيتو بتاع احمد السقا، برضه كان فيلم عميق وعمل ايرادات قوية جدا. وده يثبت لنا انه الافلام اللي بيبقى ليها عمق، اللي بتعكس الواقع وبتحاول تقدم حل او على الاقل تسلط الضوء على المشاكل دي الافلام اللي بتعيش لحد النهارده. لكن الافلام بقى التافهه هي صحيح ممكن تنزل تعمل ايرادات عاليه جدا، بس هي هيبقى زيها زي ورقه الكلينكس بنستخدمها وتترمي في الباسكت، مش هتعيش. وده معناه ان لو انت عايز تعمل سينما بجد لازم الناس صناع السينما دول يعكسوا الواقع، يعبروا عن المشاكل. مش عيب ان احنا نواجه المجتمع بالمشاكل اللي عنده، بالعكس ده كده انت بتساعد المجتمع ان هو ينضف، الا بقى لو المجتمع قاصد ان هو ما ينضفش فمش عايز يشوف مشاكل. ودلوقتي جينا لبعاد سؤال الحلقه، ايه اكتر فيلم الكريم عبد العزيز انت بتحبه وحاسس ان هو فيلم قوي زي فيلم واحد من
الناس. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب على الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه هتلاقي سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، او تريلرز لحاجات لسه هتنزل. وفي سلسله هبديه هلسيه بتنجانيه لوحدها اسمها في حب الفنانه، هسيب لكم لينك ليها. لو معاك وقت وجهد وباقه وطاقه ابقى خش اتفرج وقول لنا رايك. ولو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك، عندك اقتراح ابعته. ونختم بالكلمه الغير لطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غيره. نسيت اقول لكم اهم حاجه، ان من الحاجات الحلوه جدا بشكل شخصي يعني انا شايفها في الفيلم، كان واحد من الناس